هلو هلو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا بقى نبدا الفيديو. اول ما صحيت كده من النوم قلت خلاص بقى تعالوا بقى ايه، غيري بقى كده ملايات السرير وشوفي هتعملي ايه. قلت ابتدي اول حاجه بالاوضه اللي احنا هنقعد فيها دي. اوضه الاطفال يا جماعه، زي ما انا قلت لكم قبل كده ان احنا خلاص نقلنا فيها علشان خاطر الجو ابتدى يحرر. فكان لازم كده ان انا ايه يعني، طالما اوضه وقاعده فيها على طول يعني طول النهار وطول الليل، لازم كده على طول تغيري بقى ايه ملايات السرير بتاعتها. تفتحي كده الشباك كده الدنيا تتهوى والاوضه كده تتهوى. فقلت خلاص كده ابتدي كده ان انا اغير فيها ملايات السرير. تمام. عايزه اقول لكم ان انا كنت في كنا متهيألي تالت يوم العيد او رابع يوم العيد حاجه كده يعني. المهم كده غيرت كده بقى ايه، لا وعايزه اقول لكم على حاجه كمان اللي خلاني اغير بقى ملاية السرير كمان، ان الكوفرتة دي كندا وقعت عليها ميه. راح ايه بقى كريم مسك ال اسمها ايه، المكوة، وقال ايه عايز ينشف الميه، فراح حرقها لي. فطبعا اتضايقت، فكان لازم تشيل يعني. المهم كده بقى ايه ابتديت ان انا اشيلها يعني. قلت خلاص بقى قدر الله مش هفعل، مش مشكله. بص والله زعلت في ثانيتها، وبعد كده قلت ايه خلاص مش مشكله. عايزه اقول لكم لا ما تزعليش على حاجه يعني. عارفه ان الدنيا دلوقتي غليت ومثلا انا عقبال ما اجيب واحده غيرها يعني شويه يعني، لان هي دلوقتي ممكن تخش لها مثلا في ال1000 جنيه يعني كوفرتين دول مثلا. مع غلو الاسعار اكيد ممكن تخش لها في حاجه زي كده. بس يعني ايه خلاص هزعل على ايه يعني، ما فيهاش مشكله، ان شاء الله ربنا هيكرم وهجيب تاني مش مشكله. اهم حاجه يعني ان احنا كويسين وبنتي كويسه وجوزي كويس، مش ما فيش اي حاجه يعني. اهم حاجه الحاجات دي كلها يعني ايه في داهيه يعني. المهم بقى كده زي ما انتم شايفين. ابتديت بقى كده احط برضو كيس المخده كده واظبط الدنيا وانا قاعده بقى صراحه كده رحت ايه شغلت كده التلفزيون كمان على اغاني كده حاجات كده. بصي وانتي بتروقي ولا اي حاجه اشغلي نفسك باي حاجه، شغلي اغنيه، شغلي درس تسمعيه، عايز شغلي قران، ان انت عايز تسمعيه اسمعيه يعني. ايه ساعات كل واحد وموده يعني. انا ساعات بيجي عليا وقت لا انا عايزه اسمع قران فعلا، محتاجه ان انا اسمع قران. وساعات بيجي عليا وقت انا محتاجه اسمع اغنيه فعلا من يعني عايزه اسمع اغنيه. ساعات ببقى مثلا في مثلا حاجه شغلاني مثلا يعني. أنا الايام دي شغلني موضوع عايزه انزل كنده يعني تتدرب سباحه وكده. فشغلني الموضوع ده جدا علشان خاطر شعرها. كنده اصلا كمان يعني خايفه على شعرها. او خايفه على بشرتها. هي اصلا بشرتها سمرة شويه. فاللي هو ايه طب لما تنزل التدريب الدنيا هتبقى معاها ايه. فالايام دي بقى بتفرج على حاجات كتير تخليني مثلا ان انا اهتم ازاي بشعرها، اهتم ازاي ببشرتها. وبرضو انتوا لو انتوا تقدروا تفيدوني قولوا لي يعني. لو انتوا مثلا قبل ما بتنزل مثلا لو انتوا بتودوا او عيالكم يعني وكده قولوا لي بتمشوا الدنيا معاهم ازاي في من شعرهم في بشرتهم. فعارفين ان انتوا اللي انا ما بين نارين كده اللي هو ايه. طب انا عايزه اوديها وفي نفس الوقت خايفه. فالموضوع بجد يا جماعه عامل لي قلبان في دماغي. فمن هنا جاي عايزه اقول لكم ان انا عشان حاجه شغلاني فبفضل اسمع عنها كتير عشان ايه اخد منها خبره يعني. فانتوا بقى بالله عليكم كده انزلوا في الكومنتات لو حد عنده اي خبره في الموضوع دوت يقول لي يعني. يقول لي كنتوا بتمشوا كده روتينكم مع اولادكم ازاي لا قبل ما تودوهم تمرين السباحه وكده. عشان خاطر انا المفروض ان انا خلاص يعني ان انا اقدم لها شهر 5. آه فزي ما قلت لكم ما بين نارين كده مش قادره ان انا اخد القرار. عايزه جدا جدا نفسي جدا ان انا اقدم لها اولا كده طبعا. ما فيش مثلا حد تلعب معاه، ما فيش الكلام ده كله. فطبعا عايزه اشغلها. فطبعا انا ما قداميش حاجه دلوقتي لعبه تلعبها غير السباحه في سنها كده 3 سنين ونص. فسنها ما يجيبش غير سباحه. فمش عارف مش قادره ان انا اقرر هل هوديها ولا لا مش هوديها. بس يعني اللي انا ركزت له شويه يعني اللي هو خلاص هسيبها على ربنا واللي فيه الخير ربنا يقدمه. خلاص هي لو مثلا ان شاء الله هيبقى خير ليها وانا هحاول على قد ما اقدر احافظ على شعرها، احافظ على بشرتها. بس وصلت كمان لحل ان انا قلت ايه طب ما انا اروح يعني اروح لدكتور الجلديه وهو بقى يكتب لي على الحاجات ان هي المفروض قبل ما تنزل البول يعني مثلا
يعني تحطها مثلا لو هتحطها على شعرها او هتحطها على بشرتها عشان تحافظ لي مثلا على شعرها وبشرتها، فاهميني؟ فمش عارفه يعني، برضو انتوا قولوا لي كده تجاربكم ايه في الكومنتات، ساعدوني كده يعني. المهم كده يا جماعه بقى، ابتديت بقى كده ان انا روقت كده الاوضه زي ما انتوا شفتوا، ومسكت بقى كمان ايه المكنسه كده كمان، ظبطت الدنيا. وهنا بقى كندا شغاله بقى ايه، صوريني يا ماما صوريني يا ماما كالعاده. وبعد كده رحت ايه، دخلت علشان خاطر اعمل لهم الغدا يعني وكده. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم ان المقطع ده متصور يعني قبل العيد، فعشان ما حدش يقول لي الجو حر وانتي لابسه الروب والكلام ده كله. المهم كده بقى دخلت ورحت ابتديت ان انا ايه اقطع كده بطاطس، وقلت هنعمل ايه بقى، هعمل حواوشي وبطاطس محمره. بصوا يا جماعه، اكتر اكلات السريعه يعني الحواوشي ده من الاكلات السريعه قوي، يعني ان انت بتنجزي، عايزه تنجزي اعملي حواوشي. بس بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه، عايزه اقول لكم ان انا مش عارفه، والله ما عارفه اقول لكم ايه. اهم حاجه الجزء ده نتغاضى عنه، لان انا اتلخبطت دلوقتي في الكلام. تمام، ودلوقتي احنا في الدقيقه 6، فاكيد اكيد مش هلغي كل الكلام ده عشان اتلخبطت في الجزء ده. فعادي جدا اخواتي وحبايبي واصحابي نتقبل بعضنا. خلينا كده دلوقتي في تقطيعة البطاطس، لاني كنت هقول لكم حاجه فعلا ونسيت انا كنت هقول ايه، فاهمين؟ فخلينا بقى في تقطيعة البطاطس. بصوا، البطاطس عشان تطلع منكم متحمره بقى حلوه وكويسه كده، تنقعيها في حبه ملح وحبه خل، هتطلع منك متحمره وحلوه قوي. عايزاها محمره اكتر بقى، تقليها نص قليه وتسيبيها شويه. تمام، اللي هي تطلعيها نص قليه كده والبيضه يعني شويه، وتسيبيها شويه وترجعي تحطيها تاني في الزيت، بتبقى مقرمشه جدا يا جماعه والله. جربوها وقولوا لي برضو ايه رايكم. عايزاكم بقى تقولي لي عملتوا ايه في العيد، وتكتبوا لي كده في الكومنتات تحت عملتوا ايه في العيد، وطمنوني كده عليكم يا جماعه. يا جماعه الناس اللي بتتفرج عليا كده ليه ما يخش كده في الكومنتات كده يكتبوا لي، سايباكم برضو براحتكم، شوفوا بقالي قد ايه كده سايباكم براحتكم، اختكم وحبايبكم. المهم كده يا جماعه، خدنا وقت كبير قوي في تقطيع البطاطس. طبعا كالعاده الاخت كنده كل شويه تقفل عليا النور، مش فاهمه ايه غيتها ان هي تقفل النور، بس انا بقى بحب قوي النور اللي هو الاحمر ده. بصوا بقى، كمان عايزه اقول لكم ان خلاص ماما بقى جايه من السفر خلاص، تيجي ان شاء الله بالسلامه. فالايام الجايه دي ان شاء الله هتبقى معظم الروتينات عندها في البيت، لان يعني اليومين الجايين دول هقعد معاها. ادعولي لان ماما جايه في وقت صعب جدا، وفي امتحانات وحاجات كده وشغل وبيت والكلام ده كله، بس مش مشكله يعني، طبعا لازم يعني اروح معاها، اروح عندها يعني واقعد معاها وكده. فمعظم التصوير ان شاء الله هيكون عند ماما. ودعواتكم بقى. عايزه كمان اسالكم سؤال، عايزه تقولوا لي افكار كده، فيديوهات انتوا حابين ان انا اصورها معاكم. تصدقوا بايه ان انا ما بعرفش اسجل الفيديو غير وكندا موجوده في البيت؟ قال ايه يعني انا لما كندا تنزل انا كده هعرف اسجل الفيديو واتكلم؟ انا حاسه ان انا مش عارفه مش عارفه كده اقول اي حاجه. والله لما بتبقى قاعده بعرف اتكلم اكتر من كده، يمكن انا عشان مشغوله بيها مش عارفه. المهم كده بقى جبنا كده، طلعت كده اللحمه المفرومه يا جماعه، وبنقطع عليها بقى كده الزيتون، كل حاجه مع بعضها تفرموها كده كلها مع بعضها، اللي هي تعجنيها كده مع بعضها. بتقطعي كده الزيتون، وتجيبي بقى الجبن بتاعتك الحلوه، تمام، وتحطيها برضو وتعجنيها مع بعضها، على اساس ان انت تعمليها كلها خلطه واحده، يعني عجنه واحده، ان انت ايه تجيبي بقى كده العيش وتحطيها على طول. فاهمين ازاي؟ الزيتون بيديها طعم كانها عامله كده زي البيتزا، بيديها طعم حلو قوي. المهم كمان كده بعد ما قطعت الزيتون، رحت قلت ايه احط الزيت على النار عشان ايه البطاطس تبتدي تتحمر وكده. زي ما انتم شايفين كده نزلت البطاطس، وهبتدي ارجع تاني بقى ايه لتقطيعة الزيتون، ابتدي اقطعه الزيتون كده. حاولي بقى برضو تدوقي الزيتون علشان خاطر لو هو مثلا حادق
ما تكتريش منه يعني. وجبت بقى كده كانت جبنه رومي عندي في الفريزر كده. ابتديت برضو ان انا ايه اقطعها كده. الجبنه الرومي يا جماعه بيديله طعم حلو قوي. الجبنه الرومي والزيتون بيديلهم طعم كانك بتاكلي بيتزا زي ما انا قلت لكم، بتبقى طعمها حلو قوي يعني، وبيبقى حاجه مختلفه فاهميني. وهنا بقى جبت الجبنه الموتزاريلا كانت ناشفه قوي، وانا نسيت خالص اصلا اطلعها من الفريزر. فابتديت كده ان انا ايه آه ان انا يعني بالسكينه كده يعني ان انا اقطعها. طبعا انا بسجل لكم فيديو النهارده، والنهارده كان اول يوم شغل، فغصب عني يا جماعه والله تحسوا ان انا تعبانه شويه، بس ايه اعذروني. طبعا النهارده كانت الشمس جامده جدا، ف ومع المواصلات والكلام ده كله فكان الوضع صعب يعني. حاسه لسه ان الشمس لسه مأثره عليا، يعني لسه مأثره على دماغي مش عارفه ليه كده. المهم زي ما انتم شايفين ابتديت ان انا اعجنها كده. عجنتها لي كده عشان كل اللحمه تاخد من الجبنه كله يخش في بعضه. وابتدي ان انا جبت عيش. جبت العيش بقى كده، العيش العادي اللي هو المصري بتاعنا دوت، اللي هو بتاع الفرن ده يا جماعه. وابتدي ان انا احطه حتى لو هو بايت مش مشكله، لانك انت كده كده اصلا هتحطيه في الفرن. اجيب رغيف ورا التاني كده افتحه كده بس من النص فتحه صغيره جدا، علشان خاطر ايه مكان ما انت بتحطي الخلطه هتلاقيها يعني ممكن تقطع منك اكتر، فاهمين؟ فانتوا فتحه صغيره بس كده تعمل معاكي يعني. دوت كان نص كيلو، عمل معايا مثلا في حدود التمن ترغيفة، 8 او 6، لا 8 لا 6 مش فاكرة قوي. تجيبيه كده برضو تفتحيه. طبعا ايه الموضوع كله ما بيكلفش معاكي اي حاجة. لو انت عندك اللحمة المفرومة هتعمليه وهتبقى حلوة قوي. بصوا انا عملت معاه مكرونة، بس مش انا اللي عملتها يعني. اليوم ده حماتي طلعت كلت معانا، هي وحماية يعني، وايه وهي اللي عملت المكرونة. انا بس عملت البطاطس وعملت الحواوشي. عارفين انتوا لما الواحد يغير كده في الاكلات بتبقى حلوه يعني، اللي هو ايه ممكن تعمليه كده بقى من فوق، اللي هو تقليه من فوق مره. بس انا المره دي بقى دخلته في الفرن، حسيت ان هو يخش الفرن احسن. زي ما قلت لكم كنت تعبانه فعلا، ما كنتش قادره ان انا يعني اعمل حاجات كتير، عارفين اللي هو ايه انا استسهلت. ابتديت كده بقى ايه جبت الفرشه اللي هي بتاعت الزيت. تمام. وابتديت ان انا احط زيت كده ادهن الصينيه. دي مش الصينيه، ده الرف اللي هو بتاع الفرن. دهنته كده كده، دهنته زيت. وجبت بقى ايه العيش، وابتديت ان انا برضو ادهن العيش ايه زيت كده. طبعا انا دهنت الصينيه فخلاص الجزء اللي تحت خالص مش هدهنه. هدهن بس كده ايه الوش. ابتديت ادهن كده كل الوش بتاع العيش. تمام. وهبتدي ان انا ايه ادخلهم في الفرن. اسهل يعني، مش اسهل، لو انت مش قادره ان انت تقفي على البوتاجاز والكلام ده كله خلاص حطيه في الفرن. لكن لو انت تمام عندك قدره ان انت تقفي بقى على البوتاجاز ان انت تحمريه كده بسرعه، تمام يعني. لكن انا بقى حطيته في الفرن وبالظبط يعني 10 دقايق ربع ساعه كنت مطلعاه متحمر وكان حلو جدا مفيهوش اي حاجه. اول ما ريحته تطلع يعني، بس لا تنسيه يعني اللي تحرق برضو بصي عليه. خلصت كده الاربع ترغيفه ورحت حطيتهم ايه في الفرن. بصوا بقى كده كان ده بقى شكل الاكل معايا، المكرونه والبطاطس، وكمان كنت عامله عصير ليمون وسلطه الطحينه وسلطه خضراء. وده كان فيديو النهارده يا جماعه. استنوني بقى في فيديو جديد. ولو انتي لسه ما حطيتيش اللايك حطيلي، وانزلي اكتبي لي كومنت حلو كده يعني تقولي لي ايه رايك كده في الاكل، وايه رايك كده في تزوير الاكل اللي وانا عاملاه. اتمنى كده يكون الفيديو عجبك. تمام. واستنوني بقى في فيديو جديد. مع السلامه. هتوحشوني قوي 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 قوي.